السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف اختي، توحشتكم في المهمات الغاليات. اش اخباركم؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ كاين شي برد، كاين شي شتا؟ حنا يا اختي الله يرحمنا والله يسترنا يا ربي. الشتا تبارك الله ربي عاطي خيره. كي بقيتو كيبقاو خواطركم من هادشي اللي واقع في غزه وشي زي الزلزال في المغرب؟ والله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. نتمنوا من الله يلطف بينا، ونتمنوا من الله يدوز هادشي كله بسلام، وان شاء الله يا ربي تعم الخير والبركه على الامه الاسلاميه جميعا يا رب. يقولوا امين البنات، والله يحفظ لكم وليداتكم كي دايرين مع القرايه ديالهم. كلشي مزيان؟ انا غبرت عليكم هذه مده ما حطيت حتى شي فيديو، لا روتين لا وصفه لا الطبخ لا حتى شي حاجه، ولكن غير اعذروني والله. ما كاينش زعما شي سبب مقنع اللي غادي نقول لكم ها السبب اللي خلاني غبت على اليوتيوب. لا، ما كاين حتى شي سبب البنات، غير الانسان بحال كيمل كيعيا. ولكن ملي كتشوفي حبابك تيسولوا عليك، وصيفط الناس الانستغرام اللي متبعيني كلهم يعني مشاركه معهم تقريبا الى حد ما نهاري كامل كيف كندوزوه وكل شيء. تعاليقهم الزوينه، كيدخلوا عندي الخاص كيقولوا لي هذيك الحاجه حسنا، هذه زوينه، هذه درتيها، هذه ما درتيها، فهمتي؟ يعني كتحسي براسك قريبه ليهم بزاف. فبغيت حتى الناس ديال اليوتيوب حتى هما يكونوا قرابين اختي ليا بدوك اللايكات الزوينين ديالكم وبدوك التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا هكا، باش ان شاء الله نبقى نشجع زعما انا ونحط فيديوهات بزاف. وهذا سيرتو الفيديوهات اللي كيكونوا هكا محفزين، راه كلنا كنبغيوهم البنات. غير للاسف راكم عارفين دابا اللي نسبه المشاهده طالعه، راكم عارفين التفاهه والمعيور وداك الشيء، ولكن حنا حاشا واش نديروا هذاك الشيء باش نطلعوا قنواتنا. ابدا ابدا، عنها ما طلعت كما تيقولوا المصريين. بارك عنا اختي، غير الناس ديالنا الزوينين بحالكم اللي كيتبعونا وكيشوفونا وصافي اختي. معنا ما نديروا بشي حاجه اللي هي غادي نديروا البوز على ودها. الله يسرنا، الله يحفظنا. كل انسان يعبر على سرابيه وعلى ثقافته وعلى لونتوراج فين عايش، وعلى بزاف ديال العوامل سواء الداخليه ولا الخارجيه اللي كيخليهم يديروا هكاك. الحمد لله ما يحتاجش الانسان انه يتعرف بالشهره. الحمد لله، الله ينجينا اختي من الشهره، والله ينجينا من المدابزات والمضاربات ديال اليوتيوب وداكشي ديالهم راك عارفين حنا بعادين عليهم، ما خصنا حتى شي حاجه. المهم البنات، حنا الجو عندنا البرد بزاف والشتا الجو اختي غير ديال واحد الكوكوط ديال الهرقمه ما شهيتكم فيها نصايبها، لان الصباح دابا هادي دغيا كطيب البنات ساعه وربع ساعه ونص. المهم على حسب الكرعينه البنات ولا على حسب الهرقمه كيفاش دايره، واش فتيه، واش كبيره، واش صغيره، واش مقطعه رقيق، واش غليظ. المهم راكم عارفين. غادي نديرها بالحمص، كتجي مع الكوبنينه وزينه. ايوا ما نحرق لكمش مراحل، واخا انا ديجا دايرها لكم في القناه، ديجا دايرها شحال هادي، ما عرفتش شي عامين هادي ولا 3 سنين دايرها فيديو بوحدها. داكشي ديال شغل يديكم، ولكن ماشي مشكل، انا غادي نبارطاجي معكم شي لقطات منها وصافي. وهذا ما كان اختي، ونكملوا نهارنا بخير وعلى خير. يلا اختي دوزوا بخير البنات. وهنا البنات خديت الكوكوط ديالي اللي درت فيها الكرعين، هادو ديجا هما مغسولين ومنقيين وكل شيء. صافي درتهم تمايا مقطعين هما اطراف هكاك دوائر. راكم عارفين الهرقمه كندير العطريه كامله تقريبا، كدوليه على القزبر مطحون وعلى زعفران شعره، او حتى هذا حتى هو درع زعفران حتى هو مطحون. انا كنستعملتهم في هذا اليوم زعما استعملتهم بجوج، والملحه. وديروا الابزار، انا درت الابزار الابيض، تقدروا ديروا الابزار الكحل عادي. المهم التبزيره كامله كنديروها شويه التحميره، الخرقوم وسكينجبير من طبيعه الحال، وزويته بلديه صافي. وغادي نقليهم تما. غادي ندير الثومه، حتى الثوم بودره ديروها الا عندكم، ما عندكمش ماشي ضروريه. وصافي البنات، لان انا الاخرى ما بقاتش عندي، هذاك الشيء استعملت الثوم بودره. صافي غادي نخليهم تما يتقلاو مزيان، وغادي نضيف لهم بصله مشلضه صافي. وكيجيو البنات بهذه الطريقه معلكين وبنانين وزوينين. راه ديجا قلت لكم شاركت معكم طريقتي في الهرقمه. اللي بغات زعما الطريقه بالتفصيل الممل ومشروحه ايضا، هو المهم قولي بحال بغيتي تصور لنا حنا شي صاروخ باين داك الشيء باين قولي الهرقمه. ايوا المهم انا كنتقاسم معكم داكشي اللي درتو، والبنات اللي ما كيعرفوش يديروها راه بهذه الطريقه هذه راه كتجي البنات زوينه بزاف. درت تما الربيع شويه مقطع، من بعد غادي نرمي ديك القبطه هكاك كنقبطها ونديرها. غير بغيت تقلى شويه مع البصله لانه كيتسمح ما كيبقاش يبان نهائيا في المرق. صافي من بعد ما تقلات وكلشي نطيبها مزيان، كنصدي عليها الكوكوط وكندير الحمص هو الاخر، لان عندي الحمص ديجا ديال القرعه يعني واجد.
طيب زعما صافي، ومني كطيب صافي كنحطها هنايا، غادي نحطها باش نتغداو. وكيف ما قلت لكم البنات راه البرد اختيار ديال غير ديال هاد الهرقمه هادي. صافي هذا ما كان. ايوا المهم طريقتي انا ساهله بزاف، وكتجي بها الهرقمه معلكه وزوينه زوينه زوينه بزاف، وكتجي فتيه طايبه اللحمه مزيان. يعني العظم كيطيح من بلاصتو، اللي بغى يدير فيها الزبيب يديرو. غير يعني غالبا ما كنديرش فيها انا الزبيب، على حسب كلكم عارفين الاذواق وتختلف. مره كتجيك القناع عليها شي حاجه حلوه في الهرقمه، مره كتبغي تاكليها هكا مالحه. ولكن راه حتى هاد الطريقه راه كتجي بنينه بنينه. ايوا صافي هادشي البنات اللي كاين. المهم بغيت نبقى نحط ريلات في انستغرام على شكل يعني على الطبخ وهذا، وعطوني رايكم نتوما البنات واش نحطهم هنايا على شكل فيديو قصير. فيديو قصير. ما بغيتش نبقى نطول في الفيديوهات. اكيد نهار ندير روتين غادي يكون بطبيعه الحال فيديو فيه 10 دقائق ولا 11 ولا 12 على حسب. ولا بغيتوا دوك الفيديوهات القصارين قصارين قول لي رايكم فيهم، وانا ديك الساعات نبقى نحطهم هنايا. اصلا لي ستوري اللي كنحط في الانستغرام علاش لي ما نحطهمش حتى هنايا في اليوتيوب وصافي، وتتبقى هكا يعني داكشي مشى للفيسبوك مشى لليوتيوب مشى لهذا الانستغرام، يعني ستوري وحده دوز في كاع لي ريزو سوسيو هكا احسن باش نكون قريبه منكم في كل شيء. وباش من باش اللي حتى اللي ما متبعنيش في انستغرام ما تفوت عليه حتى شي حاجه نحطها نيت هنا في اليوتيوب. المهم انا هادشي كامل البنات بغيت نديرو باش نبقى هكا اكتيف في لي ريزو سوسيو معاكم، وباش هكا حتى ان شاء الله لا كان شي يعني شي نطلعوها علاش لا، لان كنا كيف ما قلت لكم في الاول راه التفاهه غات، ولكن حنا حتى هو المحتوى ديالنا حتى هو يبان. علاش لا. صافي يا البنات هذا ما كان. المهم هكا جات لختي الهرقمه معلكه والعظم كيف شفتو كيطيح من بلاصتو. طابت مزيان مزيان. ايوا حطيناها غادي نحطو غدا نتغداو في هذا البرد اختي هذا. البرد بزاف البنات. وغنقول لكم بالصحه والراحه غداكم نتوما. وقولوا لي رايكم في الوصفات اللي تبغيو نحطهم لكم، واش مطبخ مغربي ولا ايطالي. انا كنتسنى اختي الاجوبه ديالكم. يلا دوزو بخير.